أنا والله هبط في الباركو من برشلونة لطنجة، جبرني واحد السيد في الجمعية كيعرفني قال لي أجي أعمل كلمة وكذا وهذه، وعملنا واحد الراجل كبير تلقاني كيبكي في الباركو دا، قال لي الكلام وتكلمت لهم على الصلاة، تكلمنا على الصلاة في الباركو، تكلمنا على الصلاة كيفاش تصلي من تكبيرة الإحرام حتى التسليم، وتكلمنا. هذا السيد قال لي أنا مشات حياتي اللي قازت كاملة ما كاين بوصلة، قال لي الروينة وصار، قال لي على هادشي اللي علاش ان التقاليد وجدنا آباءنا، احنا عرفنا الوالدين هيداك صافي هكذا هادشي اللي كاين الصلاة هيدا والكلام، لا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. حتى الصحابة رضي الله عنهم دائما كانوا يقول إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا نحرص بارك الله فيكم. ونحن نخرج هذا يعني نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا، يخرج دعوة إلى الإخوة إن شاء الله ويجوا للمسجد ويحرصوا، ماشي ضروري حقيقة. احنا اشتغلنا بهذا القبص وهذا الزخاريف وهذا الرخام والتريات. مشيت أنا لبلجيكا المساجد ترية 400 الأورو وحدة، 8 تريات كاينين 400 الأورو لوحدة الترية. ثم ايش؟ شوف المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه تريات، الا كان كيخطب الشتاء كيطيح كيهود له على وجهه، عرفوا هذه، وما كان كيسجد فني كيطلع له هنا في السنطيحه ديالو الجبهه الغايص. ومع ذلك شكون خرج من ديك المسجد؟ شنو خرج منه؟ كان جامعه، اكبر جامعه في الدنيا اللي تخرج منها العظماء والعلماء والمجاهدين، تخرج منها خالد بن الوليد، تخرج منها ابو هريره حفظ 5000 حديث، تخرج منها عبد الله بن عمر وهلم جرا من الصحابه الكبار. المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قصيوه مغطي بشي جارد النخل والقصيبات فقط وفيه الغاز، حتى انه الاعرابي دخلوا بال في القنت المسجد، مشى للقنت رافعين وبال، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابه ناضلين كما غيلحقوا الرسول صلى الله عليه وسلم تما كاشي، قال لهم خليوه كما يتلحق فيه تا طرف، لان كانوا معهم السيوف، شي معاه الخنجر، شي معاه هذه، وما يجيبوا لنا في الجامع. قال لا تزرموه، دعوه يكمل بوله. قال هذا المسجد هذا لا يصلح لهذا. قال والله ما حسبته الا صعيدا واحدا، انا ما حسبليش، انا حسب لي بحال برا بحال هنا. علاش؟ لان كاشي كيختلف، ما كانش مغطي على الرمله والتراب وهذه وصافي. ومع ذلك ولهذا احنا دابا رجعنا كنحرصوا على الزواق ديال المسجد. حتى انا الناس وراوني في الباب ديال الباركو الكتالوج، عاودنا نبنيو الجامع، وراني قلت له هذه كليسيا حاشا واش تكون جامع، الزواق بزاف، شارجي معوج هيدا وما نعرف علاش زعما شارجي مع هادي مرب حاف حايده، ويكون الامام فيه والدروس ويكون كذا، واللي يجي للمسجد يستافد يخرج، هيدا بركه بخير. الله ما طلبش منا أننا نكونوا كشي مزواق، ولكن طلب منا نكونوا مزيانين مع بعضنا، نكونوا إخوة مع بعضياتنا. ماشي فيما مشينا للمساجد الدعوة في المحكمة، أنا قلت للإخوان دابا فيما مشينا الدعوة في المحكمة، الدعوة كل شيء خصو يحكم، كل شيء خصو يكون رئيس، لا لا لا، حتى أنني بعدت دائما يقول لك الجمعية، لا أنا نبعد. علاش؟ أن الصالحين كيبغيو يخدموا كيوقع العراقيل وعلا الإنسان يجتهد. حنا هنا قليل وماشيين بحالنا، ما يوقع لنا شي بحال فرنسا. عرفتي شنو يوقع لفرنسا؟ الناس كبارين بقاو يدبزوا مع بعضهم، قتل فيا ندبز فيك وكذا، ما نعرفش ذاك الناس كبارين. الجيل اللي طلع ما كيعرف لا عربيه لا والو، والجيل عاود اللي طلع ما كيعرفش. حتى دابا الامام كيخطب بالفرنساويه، واللي كيقراو القران بالفرنسيه، ولكن يطلع فرنساوي يسلم يتعلم العربيه، وهما الوالدين ديالهم مسلمين وعراب وما كيعرفوش العربيه. انت عارف ان الترجمه احيانا ما توصل لك شيء، واش كلام كيما نزل. رانا قريت في الترجمه في الاسبانيه لا تاخذه سنه ولا نوم، لا تاخذه اونانيو. سينا قل باش ترجموها سنه، اونانيو ترجموها هي السينه، اول درجات النوم. هيدا الله ما كدهش السينه، لا تاخذه سنه وما كينامش ولا نوم. السينه هي اول درجات النوم. يلا كتبقى عاود افتح هكذا، هذه السينه. هما لا تاخذه سنه، قال لك لا تاخذه اونانيو دوسي ميسيس، هذه في الترجمه. يوم يقراها اخر دوسيميسيس، كيفاش ربي لا تاخذه دوسيميسيس ولا نوم؟ فلهذا نجتهد ان الانسان يعرف الكتاب الله عز وجل ويعرف. انت كنقرا حنا يقول ربي الفلق كاملين حبينا حافظينها. شني الفلق؟ شني غاسق اذا وقب؟ شني النفاثات في العقد؟ هذه الفلق. وجبار اخر معلق الكوادرو فيه يقول اعوذ برب الفلق، وكيضرب الشقوفه والكوادرو فوق منه، ما على بالوش بديك الفلق شني هي ولا كذا. انا شفتو بعيني الايه الكرسي والشقوفه معاها. وعلاش تعلقها؟
انت عارفه الله لا اله الا الله هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم، عارفه التفسير ديالو كتقرا بها تمع. ولهذا ملي كتعرف التفسير د هذه الايات وانت كتقرا بهم كتحس باللذه. ولهذا ملي كيطول الفقيه وانت كتعرف وكتمع عن كلام الله ما كتقنطش. واحد كسجد قدامي والفقيه طول في السجود، والله الا كلشي سمعته كيقي اوف. قول علاش؟ لان شنو قال؟ سلاها ب3 مرات وجلس نهار كيستنى وكيقول مع بالو هذا اش كيقي تما، واش نسى ولا نعاس ما عرفش. الفقيه كيتلذذ كيدعي كيقول يا ربي صلح لي الذريه، يا ربي رزقني شي دويره، يا ربي استرني، يا ربي شافي لي بابا والجار ديالي موراه الناس بزاف خصو يدعي لهم. خينا قول شنو قال؟ سالا وجلس تما. انا اخر هيدا واحد قدام سالاونا شنو هذا دي؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم شنو قال لما ينسالوا من الصلاه؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله. علاش؟ لانك تستغفر الله مورا الصلاه وهذا وتلذذ. استغفر الله استغفر الله علاه كتستغفر الله ديك النقصان اللي وقع في الصلاه. لان ملي كان الفقيه كيقرا كذلك انت مع لا بيضا لابورا اللي خصك تجيبها باش ديها له جوطامينتو، وكذلك مع السيغورو غيعيطوا لي باسبور نصبن ولا نقي في لابادوره ولا نقول لهم تحت عيطوا لي يجبروني هوت المغرب ويزولوا لي اجوده، وانت بالك والفقيه يقرا بالزبور ولا الانجيل ولا التوراه انت ما على بالك شي. حقيقه انت ملي كتسالي الصلاه اش كتقول؟ استغفر الله من ديك الروينه اللي عملتي. انا واحد صلى قدامي التليفون كيصوني وما بغاش يطفي، حشيت يدي في الجيم ديالو جبدته طفيته ورجعوا له هو من عندك اطفي علينا التليفون. وعاد الامام قال اغلقوا هواتفكم. انا مزوق اذا ما طفيو التليفونات ديالكم الاخوان طفيو التليفون. سالينا كبار بدا يقرا صونا التليفون. انا كنستناه يطفي والو، عشيت جبد ديك نوكيا انا وزولت له المفتاح وطفيته ورجعت له، وعنده الطراوزيز مزير غيمشي يتحارب يمكن مزير بالدرع باش شديت يدي مع السروال وجبدته ورجعته. وما ينسى الامام قلت دابا يقول لي اخي علاش شديت يدك في الجيم ديالي والو. يعني امور كثيره. واخر كذا في المساجد اخر صحته قلت له اخي عندك السروال هود والشاكيطه طلعت وبانت العوره ديالك وخصك قال لي انت فيك عينك في السجود ولا في العوره ديالك؟ يعني انت كتنصحه هو خصو يفتش لك فين عاود يضربك. قلت له لا انا كان عيني في السجود، ولكن هذاك الشيء اللي كنهضر لك عليه شفته في تحيه المسجد. ما قلت كنشوف في السماء ديك الساعه ما كان عندي فين نشوف في السجود. انا جالس باقي ما تقامتش الصلاه نشوف فين ما بغيت. ديك الساعه شفتك كتصلي انت تحيه المسجد وظهر طهرك وما يصلينا العشاء انا نصحتك. اذا فين الخطا عندي؟ صافي هذيك الساعه فلت له انا من بعد كحصلني صافي. يعني انت كيفاش خصك تشوف في السجود وشفتي في طهري؟ هو حسب له شفت في الصلاه. فهذه في المساجد الانسان اذا جاء يتعلم امور كثيره يجيو المساجد يتعلم. هذه احنا احنا الامام كيصلي وذكر في الضالين اللي ذكرت في سوره ابراهيم النصف الجامع قال امين يا وشمت. يعني المساجد والصلاه تم الاذكار استغفر الله استغفر الله كتلذذ بها والله. الامام استغفر الله وانت كتعرف راسك بانك كتقولها لانك سهيتي. لان الله في القران اذا كان قال فويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون مشينا فاهم. واحد السيد كيحكي لي امام المسجد في الباديه قال شي واحد جا جبروا صلاوا العصر وجابوا واحد البقره الوزيعه دخل صلى العصر وجا قال له واش حاجتكم من الواحد؟ قالوا فوقاش حسبتيها؟ قال لهم في العصر في الصالح حسب حاجتهم من الواحد. وانا واحد السيد والله هذاك انا كنت ناقش مع الناس بزاف قال لي دخلت هو كان كيكمي هذه المخدرات وكتجيب الجوع بالمغرب وخصوصا تما الكاليدر في المغرب كيكميها وكتجيب الجوع ديك السلعه الواعره. ودخل ويماه كتصلي وسمعته في الطنجره الكوكوت وهي راكعه قالت له خلي الخاك. وجا لا عندي كيسقسيني كيقول لي دابا هذه صلاه الوالده في الركوع قالت لي خلي الخاك. واش فهمت؟ وشكون الذنب بدك الوالده ديالو؟ هو المفروض انها هي قراته كتستنى يوريها يقول لها كيفاش الركوع. هو لا مشى للجوانات وهي مكفسه وهو تكفس وتلاقى شي معاش يلا خلي الخاك. قال لي قلت لها الوالده عانوض يعني اش من صلاه في الركوع طلت قالت له خلي الخاك. لا حقيقه هذه في المساجد يعني امور كتضحك. انا باكستاني في برشلونه باكستاني صونا له التليفون حنا راكعين انا كنحكي لك حاجه شفتها بعيني. هذا التليفون قالوا مرضى كيدار بكرتا هذا ما يطار ورجعوا وكمل الركوع ديالو بحال ما كان والو ورزلنا حتى الصلاه ديالنا. انا ما قدرتش نوانطر فيه كنت حابس ما يسمعونيش الناس ولكن في الداخل ديالي الكارت ميموار ترونت فغنقول واش غادعي وباش واش هذه امور
خاصنا احنا نرجعوه المسجد تعدل باش يتفقه الناس ويجيو. يعني اخر ما يدخل هنا كاين واحد الفائده، خرج ماشي بحال اللي يدخل، ماشي دخل خاوي خرج خاوي، لا دخل يتعلم، ما فيها عيب. حتى الناس كيستحيوا الان يسقسيو فلان هذه، لا انا نقول لهم تكون موعظه وكذا، قل لفلان واجي فلان وهذه عمل وكذا. قدموني ناس انا نصلي بهم المغرب وتعطل في دعاء الاستفتاح. انت عارف ما يكبر الامام من السنه انه يقول دعاء الاستفتاح ثم ذلك الاستعاذه وثم البسمله، عاد يدخل في الحمد لله. وانا تعطلت، هو حسب له انا كنصلي العصر نسيت بالسر وكنسمع وشي كيشخر شي كيزعرط شي ما نعرف، وهذا هو المفروض خصهم يقولوا استفتحوا سبحان الله. ولا ما ينساليت قال لي واحد انا حسب لي نسيتك تصلي العصر كنت غادي نخصك. قلت له تا كنت نخصتيني كنت انا غنركلك، لان النخص كيتبعوا الركال. وفاي تعلمت يا صاحبي غادي نخصني؟ سبحان الله اش كيقول غادي نخصني؟ قال لي كنت غنخصك حنا في الصلاه. وسبحان الله ما قريتي مره في حياتك 70 سنه في الجامع ما عرفتيش بان الامام اذا خطا تقول سبحان الله وماشي هكذاك. سبحان الله تكون مؤدبه. وغنقول لكم هذه اخر قصه نختم بها. احنا تشرفنا باللقاء ديالكم، وكما كيقولوا الدخول المدرسي ورجعنا من العطله، الحاله الماديه والحاله المعنويه شويه قاصحه، فبغينا تكون هذه الجلسه ان شاء الله ما نطولوش عليكم، نطلبوا الله ما تكونش يعني يفوتنا القدر المسموح به. فعندي واحد الاخ السيد خدام في الاوتيل في تطوان، جا سقساني قال لي وقعت لي واحد الحكايه، مشى صلى الظهر والعصر ومشى نعس من الخدمه، ملي نعس فاق سمع المؤذن كيأذن صلاه العشاء، شاف الساعه اللي عنده في البيت، مشى صلى المغرب ومشى للجامع، مشى للجامع باش يصلي العشاء، وهي هذيك ماشي العشاء هذيك المغرب. هو الساعه شاف حسب له كان ناعس فات، مشى يصلي معاهم العشاء، جبر الناس خارجين، هو النية ديالو العشاء هذيك المغرب على الساعه عندهم رزيه اللي في البيت. دخل خلى الناس خارجين ودخل هيدا، هو يدخل باش لقى انت هيدا باش يصلي، وقف هيدا، هو جا قال له اخي باقي ما صلي، قال له بلاتي صليوا جماعه، قال له واخا بقاو هذه تجمعوا، قدموه ليلو، قال لي عمري في حياتي ما صليت بوالو واحد، قال لي كنصلي عا براسي، قدموه وزيروه، المهم بدا يصلي بهم. قال لي انا مع بالي كنقول جاود تبت راك كتصلي بالناس ماشي بوحدك خمم في الاوطيل والخدام، هذا باب الناس ما تخمم في والو. قال لي والله غينزل عليا واحد الخشوع عمري ما نزل، ثابت. صلى بهم الركعه الاولى، الركعه الثانيه هما كيصليوا المغرب، في الركعه الثالثه خصو يجلس يشاهد التشهد، هو ناض وبالو معاه 100% لان كيخاف الناس موراه، خصوصا قال لي في الركعه الثانيه ما قلت امين، قرا الفاتحه في الركعه الثانيه، قال اسمع من موراه ما يقالوا الضالين، اسمع من موراه امين. الناس قواروا اللي جاو معطلين، جا الوليد قاف، جا الثانيه، ترجع السيد كيصلي بجماعه اخرى، ناس اخرين بزاف. هو جلس التشهد، هو يعني خصهم يجلس التشهد المغرب، هو وقف، بقاو الناس الشاهد من الكلام. قال لي واحد كان كيقول وسبحان الله، هذه لا سبحان الله وسبحان الله. قال لي شي كيسع شي، قال انا كنقول هادو ماشي قال لي والعروقه وقلبه كيدق وهادي وفي قلت له من بعد، قال لي الحمد لله كالصباط ديالي عملته بغارطي ماشي خليته موراي، هذا الصباط وهرب من الباب اخر، وخلى هذيك جوج الصفوف هاد الناس قد هيدا واقفين كاملين. جاود في اوطيل اتينا، صاحبي عزيز عليا، كنقول له هالقصه ديالك وهرب، هز الصباط وهرب. ايوا جا القهوه عيط على، قال لي انا كنت قطع في الكارو، عيط في القهوه وكنيت واحد الكارو، قال لي جابوا لي الحريق دراس والشقيقه والحمى، واش فهمت لان صعيب الامامه بالناس. هو اول مره جا القهوه جلس، بقى جالس واحد العدد، هو يسمع المؤذن كيأذن، عيط الكاميرا قال له شنو هذا؟ قال له هذه الظهر. اش رايكم؟ قال له العشاء ما كتشوفش الليل. قال لي عاد عرفت بان انا كنت كنصلي بالناس العشاء وهي باقا المغرب. قال لي شنو الحل كتشوف شنو زعما في رايك؟ قلت له الراي ديالي تشري واحد اللوحه مع شي نجار وترجع لديك الساعه اللي في البيت ديالك وشق على 16. وشمت تشوف الانسان ما عرفش الخطا وقع. فلهذا اسال الله عز وجل ان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، وان يجعلنا اخوانا متحابين في الله، وان يبعد عنا الشحناء والبغضاء والحسد والخلاف والفراق والتفرقه، وأن يصلح أبناءنا وبناتنا ونساءنا، وأن يجعلنا مفاتيحا للخير مغاليقا للشر،
وأن يرنا الله الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم على هذا اللقاء الطيب. أسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا البيت المبارك مع هذا الإمام الطيب نحسبه كذلك بهذه القراءة الماتعة، أسأله كما جمعنا في هذا البيت أن يجمعنا في الجنة مع محمد صلى الله عليه وصحبه. وبارك الله فيكم، وسمحوا لي تعطلت عليكم، وجزاكم الله خيرا.